اهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا النهارده بالجيش الصيني وهو جاهز للهجوم على دبابات الجيش الامريكي اللي بتقتحم حدود الصين. بنشوف ان الجنود الصينيين مستخبيين على الجبال وشايفين الدبابات من بعيد وهي بتقرب. قائد الكتيبة بيفضل يشرح لهم خطة الحرب وان اهم هدف ليهم انهم يقدروا يدمروا الدبابات كلها. كمان بيتفقوا على اشارات ما بينهم ليها علامات معينة هنعرفها بعدين. فعلا بيبدأ التنفيذ مع دخول الدبابات الامريكية وهم عمالين بيضربوا نار. كل الجنود الصينيين بيجروا علشان يروحوا لمكانهم. كل جندي بيفضل في مكانه ثابتين لغاية لما بتيجي اللحظة الحاسمة. في الوقت ده واحد من الجنود بيكون قلقان من التجهيزات تكون قليلة أو مش مدروسة، لكن الجندي اللي معاه بيطمنه وبيوريه جندي معاه بندقية بتضرب لمسافة بعيدة إنه قناص شاطر جدا. وعلى بعد 40 متر في جنديين معاهم بازوكا بتفجر مسافات بعيدة، وطبعا دي قنبلة مش محتاجة نقول بتعمل إيه في المكان اللي بتقع فيه. بيشاور لمكان تاني لجنوب تجهز حقل ألغام مستحيل حد يخرج منه عايش، وكمان في 2 ببنادق بيأكد له ان الحرب هتكون لصالحهم مع كل التجهيزات دي. جنود الصينيين بتحفز مع وصول الدبابات الامريكيه وجنودها للمكان اللي هم عايزينه ومجهزين كل مخططاتهم فيه. بيبدا هجوم الصينيين على الامريكان بالقنابل والرصاص، وده طبعا بيخلي الامريكان يخسروا جزء بشري كبير. الجيش الامريكي مش بالخصم السهل ابدا، بيبداوا يحددوا مكان الضرب ويوجهوا ليه دباباتهم وبنادقهم. بيحصل اشتباك ما بين الجيشين بعد ما الجيش الامريكي بيتسلق الجبال اللي عليها الجيش الصيني. في نفس الوقت كتيبه من الجيش الصيني بتجهز الالغام على الجبل، وبيقدر القناص الصيني ان يموت اكتر من جندي امريكي ببندقيته. برضه الجنود الامريكيين بيصوبوا قنبله على الدبابه على مكان تجمع الجنود الصينيين، لكن محدش بيتصاب اصابه خطيره. قائد الكتيبه بيدي امر للجندي انه يدي الاشاره، وفعلا الجندي بيصفر. بتبدا الجنود الامريكيه تملى المكان بشكل كبير، والى حد ما المعركه بتتقلب لصالحهم، وكل جندي بيسمع صوت الصفاره بيكون فاهم انها اشاره ليه. الجنود الامريكان بيتوغلوا اكتر في الجبل، الجنود الصينيين بيوزعوا المتفجرات جوه فراغات الجبل. بتستمر الاشتباكات، وبيقدر الجندي على الدبابه الامريكيه يشوف الجنود الصينيين اللي بيوزعوا المتفجرات على الجبل وبيصوب عليهم طلقات كتيره. الجنود بيعرفوا يطلعوا بسرعه من غير ما يتصابوا، وبيدي جندي اشاره بمسدسه. الاشاره دي بتنتقل بين الجنود عن طريق الصفارات علشان كل الجنود تسمع او تشوف الطلقه في السماء، ومعنى الاشارات دي انسحاب الجنود كلها من الاشتباكات. وفعلا كل الجنود اللي بتسمع الصوت بتتحرك، ما عدا فرقة واحدة من الجنود بيفضلوا مشتبكين مع الجنود المعادية علشان في جنود صينيين متحوطين بالجنود الأمريكية من كل ناحية. ولما بيتأكدوا من انسحاب كل الفرق، قائد الكتيبة بيدي إشارة بالمسدس شبه الإشارة الأولى، وأول ما الجنود بتشوف الطلقة الجندي بيدوس على جهاز انفجار الألغام، لكن مش بيحصل حاجة. ده بيكون بسبب ان السلك اتقطع من ضرب النار. بينزل جندي اسمه جونج للمكان اللي فيه الالغام، وللاسف الجندي الامريكي على الدبابه بيضرب عليه نار بتصف رجله الاتنين واكتر من مكان. المشكله انها مش طلقه مسدس او حتى بندقيه، دي طلقه دبابه. بيشدوه باقي الجنود بسرعه، لكن بيمنع طلوعه وشدهم ليه بانه بيمسك في صخره طالعه من الجبل. لما الجندي بيشوف انه ماسك في الجبل بيطلب من الجنود توقف شد. بيقدر جونج بصعوبه بسبب ألمه انه يوصل للسلكين ويوصلهم ببعض، واول ما بيوصل السلكين بيطلعوه فورا، بس طبعا حالته بتكون صعبه جدا. بيفجروا الالغام وجزء من الجبل بيقع على الدبابات وبيسد الطريق. يحاول باقي الجنود ينقذوه ويودوه للمستشفى علشان يتعالج، وبيجيبوا له نقاله علشان ينقلوه باقل مضاعفات. ومن ناحيه تانيه بنشوف بني ادمين صينيين متاخدين اسرى من الجيش الامريكي، بيكونوا لابسين لبس شبه الجيش بس بيكون فيهم بنات. بعد كده بنشوف جندي صيني بيجري وبيكون باين عليه الارهاق انه مش قادر يمشي، وبيشوفوه جنوده بيعرفوا انه كابتن وانج، بيعرفوا ان في ناس مقبوض عليهم من العدو وبيغمى عليه. بنرجع تاني للمكان اللي الاسرى متربطين فيه، ومن ضمن الاسرى بنات كتيره. فجاه 5 بنات من الاسرى بيقولوا انهم عايزين يدخلوا الحمام. واحده فيهم متقنه للغه الانجليزيه وبتتكلم مع الجنرال الامريكي اللي اسمه ماك انه لازم يحترم خصوصيتهم. بيعجب ماك بلكنتها وبيسألها عن سبب تعلمها اللغة. نعرف انها درست في مدرسة التجارة في شنغهاي، لكن ضابط كوري شمالي بيحاول يعترض، لكن الجنرال بيعجب بثقافة البنت واسلوبها وبيطلب انهم يدوهم الخصوصية اللي محتاجينها ويعاملوهم احسن معاملة، بس طبعا لو حد حاول يهرب يقتلوه فورا. الجنرال بيمشي والبنات بتروح لمكان بعيد ومعاهم ضباط وبينفذوا خطتهم. واحدة فيهم اسمها وينجي بتحاول تهرب، والباقيين بيمسكوا الضباط قبل ما يجروا وراها. فعلا بيمنعوا الجنود انهم يجروا وراها. للاسف بيطلع قدامها الضابط الكوري بتحاول تدافع عن نفسها، ولما مش بتعرف تجري منه بيضرب عليها نار وبتقع من على منحدر. بنرجع تاني للكابتن وانج. لما بيفوق بيحكي للظباط ان الفريق الهندسي كله مقبوض عليه من العدو متحوطين فوق الجبل، وبيقول لهم انه هرب منهم وفضل يجري ساعة لغاية لما الجنود شافوه. وقبل ما يكمل ويقول اسم الجبل اللي هم عليه بيغمى عليه تاني، وبينقلوه فورا لخيمة الإسعافات. بيكونوا محتاجين يتحركوا فورا ومش هينفع يستنوا الكابتن لغاية لما يصحى، وعلشان كده قائد القسم بيتحرك فورا على الخريطة وبيطلب من الجنود اللي جابوا الكابتن وانج يحددوا انه طريق بالظبط خرج منه، وفعلا بيحددوه. بيقرر انه لازم ينقذ الفريق. بتواصل مع أقرب كتيبة للمكان علشان يروحوا لهناك على طول من غير ما يضيعوا وقت. فعلا قائد الكتيبة بيصفي الكتيبة بتاعته، المصابين بيروحوا لخيم الإسعاف والباقي بيروحوا معاه. في نفس الوقت بنشوف وينج لسه عايشة بس مصابة في كتفها من الظهر، وبتمشي في الغابة كتير لغاية لما بتلاقي جنود مقتولين.
بتحاول تاخد البندقية لكن بتكون تقيلة جدا وصعب تشيلها خصوصا مع إصابة كتفها، فبتاخد قنبلتين كانوا مع جندي فيهم كمل مشي مش عارفة هي فين أو مفروض تمشي إزاي من الأساس. في نفس الوقت بنشوف الجنود الأمريكية والكورية بيمشوا، وماك بيكون مبسوط إن الجنود الصينيين عندهم مهمة إنهم يلاقوا الفريق الهندسي. في الحقيقة بقى دي مش مهمة سهلة إطلاقا، لأنهم مش هيقدروا يوصلوا بسهولة لأن المكان كبير، يعني كانوا بيدوروا على إبرة في كوم قش. بالتالي الجيش الأمريكي والكوري هيقدروا يعملوا مهمتهم بسهولة، ويعنهم يحتلوا المركز الرئيسي للقيادة الصينية ويدمروه. وبروح بقى للجنود الصينيين وهم بيتوجهوا لمكان هيدوروا فيه على الفريق، وبيجي لهم كتيبة تانية وتعزيزات تانية لمساعدتهم، ويبدأوا يمشطوا المكان علشان يلاقوا أي دليل يبدأوا بيه. فعلا بيلاقوا منديل وينجي وكمان طاقيتها وعليهم آثار دم وآثار دم على الأرض وكمان رصاصة اتضربت. بيدور قائد الكتيبة بمساعدة الجندي عارف الطريق إنهم يوصلوا للجبل اللي فيه مركز مراقبة الأمريكان، لأنه متأكد إنهم هياخدوا الفريق الهندسي لهناك. بيتحركوا في نفس الوقت جنود، ونشوف الفريق الهندي بيتحرك بقيادة جنود أمريكان، ولما بيحاولوا يقفوا أو يبطئوا حركتهم جندي بيهددهم بحياة واحد فيهم بيعوروا، فبيتحركوا مجبرين. الجنود الصينية بتكمل مشي لغاية لما بيوصلوا لمركز مراقبة الجيش الأمريكي، وبيشوفوا إنهم حامينه بشكل كبير. بيفكر قائد الكتيبة ان اول حاجة محتاج يعملها انه يلاقي السلك الارضي. يوصلوا فعلا للسلك، لكن بيمنع ان الجندي يعمل حاجة في السلك لغاية لما يديله امر. بيوزع جنوده حوالين السلك ورا الشجرة بس بعيد، لانه بيكون خايف انهم يفجروا الجزء اللي جاي منه قطع السلك. بيدي امر بقطع السلك والجندي بينفذ وبينضم لزمايله فورا. وبعد وقت قليل بيجي جنديين امريكيين والجنود الصينية بتربطهم وبيقبضوا عليهم. بيسألهم القائد عن معلومات عن الفريق الهندسي، لكن بيرفضوا يتكلموا، بيستخدموا حقهم انهم يسكتوا. القائد بيدي امر للجندي، بياخد واحد من الجنديين، نسمع صوت رصاص، وبعد كده بيديله فرصة تانية انه يتكلم او يحصل صاحبه، فبيقول له كل حاجة وان فعلا قابضين على مجموعة صينيين وفيهم بنات، وانهم هيعدوا على المنطقة دي وهياخدوهم في عربية. وده هيحصل كمان نص ساعة تقريبا. بعد ما القائد بياخد المعلومات اللي عايزها بيأمر جنوده بياخدوه هو والجندي التاني اللي ما ماتش من الأساس علشان يتسلموا للسجن، وبيوصلوا سلك الأرضي علشان الجنود التانية تيجي وما تحسش إن في حاجة غلط. على الطريق في عربيتين بتيجي واتنين جنود صينيين بيغطوا دماغهم وبيندهوا عليهم بالإنجليزي إنهم يساعدوهم، وبعد ما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم محاوطين من كل ناحية فبيستسلموا. بيوصل الجنود بالفريق الهندي العربيات اللي المفروض هتنقلهم للسجون الأمريكية، فلما بيفتحوا العربيات بتظهر الجنود الصينية من جوه العربيات ومن بره، وبيحاوطوا الجنود اللي موجوده وبيحرروا الفريق كله. بنروح للجنرال الامريكي والكوري وبنشوفهم انهم وصلوا لمركز القياده الصيني، ونشوف برضو ان عليه حراسات مشدده ومش سهل ان حد يدخله. بيتفقوا على الخطه انهم بالليل هيفجروا منطقه تعدين جنب المركز، ومع حاله الهرج والمرج اللي هتحصل مع التفجير الجيش الكوري يدخل يحتل المركز. بيعترض الجنرال ان ده يحصل دلوقتي وانهم مش محتاجين يستنوا بالليل، خصوصا انه عارف كفاءه جنوده، لكن بيقتنع بكلام ماك انهم مش هيتوقعوا انهم يهاجموهم بالليل مع الرادارات والمراقبه اللي حاطينها. في نفس الوقت بنت من الاسرى بتعرف قائد الكتيبه عن اللي سمعوه من الجنود الامريكان انهم هيهجموا على المركز الرئيسي، وان وينجي حاولت تهرب علشان تعرف القيادات بس للاسف فقدت حياتها قبل ما تعرفهم. بيستغرب القائد انها فقدت حياتها لان لها اثار ليها، لكن ملقاش جثتها، لكن بيقول لها انه هيبعت جنود تاني تدور عليها. بروح لمركز القياده والانفجار بيحصل فعلا، بس بنشوف ان الجنود الصينيه مستعده لاي هجوم وبيشتبكوا مع الجنود الكوريه وبيقدروا يطلعوا من المعركه كسبانين. وفي نفس الوقت كتيبه من الجيش الصيني بتشتبك مع كتيبه من الجيش الامريكي بقياده ماك، وبتكون السيطره الاكثر للجيش الصيني. بيرمي ماك شمروخ على الجيش الصيني وبيطلب من جنوده انهم يغيروا موقعهم، لكن برضه جنوده بتتصاب والذخيرة بتخلص منه، فبيقرر يستسلم بشرف قبل ما يخسر حياته هو وجنوده. بيرفع ايده دليل لاستسلامه، والقائد الصيني بيستقبل ده بصدر رحب وبيقبض عليهم كلهم للمحاكمة. كمل الجنود مشي في الغابة وبيلاقوا آثار دم، هناك القائد بيتأكد ان وينجي عايشة بس محتاجين يدوروا عليها. بيمشوا ورا الآثار اللي لقيوها وبتوصل اللي بعدها، وبناء عليها بيحددوا الاتجاه اللي هي مشيت منه. وينجي بتكمل مشي في الغابة وبتشوف جنود من الجيش الكوري، فبتحاول ترجع بهدوء علشان ما تلفتش نظرهم، لكن للأسف بتوعوا وبيسمعوا صوتها وبيجروا وراها. بتقف وينجي وبتطلع قنبلة من اللي أخدتهم قبل كده من الجنود وبترميها عليهم وبتكمل جري. الصوت ده بيجذب انتباه الجنود الصينيين وبيروحوا ناحية الصوت، وبتجري وينجي وبتستخبى ورا شجرة بيكون خلاص هيتقبض عليها، فبتشيل الفتيل على القنبلة التانية اللي معاها وهي في هدومها، وبكده تموت واللي بيقرب بيموت معاها. فجأة بيجي الجندي قبل ما تنفجر بثانية واحدة وبيشيل القنبلة وبيحدفها على الجنود الكورية، وبيشتبك هو وباقي الجنود مع جنود العدو لغاية لما بيخلصوا عليهم كلهم. وينجي بتكون خلاص خسرت كل قوتها لأنها مشت لمدة يوم تقريبا بشكل متواصل مع إصابتها. هنا بقى بيطمن الجندي إن إصابتها مش خطيرة مع إن نبضها ضعيف، بس ده طبيعي بسبب الإجهاد، وبيشيلها وبيتحركوا. بعد شوية من الحركة بيقفوا شوية وبيطمنوا على وينجي لو محتاجة أي حاجة أو حسب أي أعراض، لكن بتكون قلقانة إنهم يكونوا نفذوا خطتهم. لكن القائد بيطمنها إنهم قدروا يوقفوا كل حاجة. في مركز القيادة بقى بنعرف إنهم قبضوا على 15 شخص فقط من أصل 16، وبيأمر جنود إنهم يوسعوا دايرة البحث علشان يقبضوا على الأخير في أسرع وقت. وبيروح القائد علشان يطمن على جونج،
لكن الممرضة بتقول له إن حالته خطيرة وإنه رافض العلاج وبتطلب منه يقنعه. بيروح لسريره فورا وبيشوف رجله وبيلاقيها اتبترت للأسف. بيتكلم معاه عن رفضه للعلاج وبيقول له إن الجيش مش بينسى أصحابه، إن وجودهم دلوقتي قاعدين بيتكلموا مع بعض ده معناه إن العدو ما قدرش يهزمهم وإنه ما ينفعش يعلن انهزامه بعد اللي حققه. وبيقول له برضه إنه لازم يخف بسرعة علشان عيلته كلها مستنياه. وفعلا جونج بيقتنع وفيلمنا بيخلص على كده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.